راح البابا وفل صرنا لحالنا، راح البابا وفل صرنا لحالنا، راح البابا وفل صرنا لحالنا، رجع على عينا وطل تيرتاح بالنا. وينك يا سلام خبرنا هل ما نام، سلام وبر وعون كل واحد منن لون، حضن وبوس وشلاح بطل عالناس اللح، قصوا فوق قتلوا دم وانت منك مهتم. راح البابا وفل صرنا لحالنا، رجع على عينا وطل تيرتاح بالنا. فيك يا سلام الشغلة مش بالكلام، الوطن بده اهتمام تيصير الوضع تمام، مش وعود ود منسوخة ولا خطة ممسوخة، بده ركاب مشدودة وبده رجال وبارودة. أرحب بك وبالمشاهدين في حلقة جديدة من برنامج خلباير. يا إيلي يا حبيبي وقف لك وقف حبيبي يا معلم، حبيبي والله. يا حبيبي وقف. شو بايك لبايك خدامك بين ايديك. الو عم بيقول لي وقف يا معلم، ونوقف اطلاق النار ولا نحن موقفين صرنا سنه تقريبا يعني. لك لا يا حبيبي، قصدي وقفوا معنا بوجه أعدائنا. ايه يا تاج راس يا حبيبي، انتهت لك بوستني. يعني اعدائكم كل الشعب اللبناني الا نحن بس. ليش مين انتو يا حبيبي؟ بس لحظه خليني اتاكد. ايه معلم، مين احنا يا معلم؟ ايه مزبوط، نحن خدامينكم وما بدنا منكم شيء غير الرضا يعني، ولا تفكر بدنا شيء يعني اياكم تنسحبوا او شيء، بالعكس البيت بيتكم خليكم للصبح، ما عندي ولا مشكله ابدا يعني. طيب وشو بدكم كمان يا حبيبي؟ شو ايش بيعرفني؟ لحظه يا معلم، والله المفاوضات غير مباشره يعني، خليني نشوف اذا مباشره. لا غير مباشره يعني. طيب عبر وسايط ما في احلى منه، حابين نضيفي الوسايط، لا اعمل حالي ميت. يلا ايه نمت يا حبيبي. وقف خليك نعيب، لا توقف، لأن أنا كمالي ما لخ وقف. المتغيرة هذه المرة أن الهجمات جاءت بعد يوم واحد على تعيين لبنان السفيرة السابقة سيمون كرم رئيسا للوفد المشارك في اجتماعات لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما نقل طبيعة الوفد للمرة الأولى منذ عقود من تقنية عسكرية إلى سياسية، وهو ما اعتبر خطوة فارقة تلبية لضغوط أمريكية. نعم يا أستاذي، وأرحب بك وبالمشاهدين في حلقة جديدة من برنامج خلباير. أولاً بالمجال الأمني والعسكري، دولة مستمرة بعملها مثل ما أجى باتفاق الطائف. يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين أجيبهم كده وارشع واحدة في قلبي وواحدة في طيزي، ومثل ما رجعنا أكدنا عليه بيان الوزاري، لبست سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر سلاح بإيدها. يا أخي لك أنت وين عايش؟ تعال شوف جيلانك أبو النوف، تعال حبيبي. انت بتتكلم جد؟ تسلطوا وتزلطوا، حيبشوهم هبش للصلة، شوي تانية بيصيلوا بالشام يا بابا. شوف مفاوضات مع اسرائيل، هناك مفاوضات غير مباشره تجري عبر الوسطاء. تعرف شغلية على الشاطئ؟ ممكن إذا شلحوا على الآخر يعني بيمشي الحال. لك وين؟ اسأل مجلب ولا تسأل حكيم. I'm a Bosnian genocide survivor, and here are 15 survival lessons of Bosnian genocide. So lesson number 1, be really well armed and well organized. There was a weapons embargo that was imposed upon the region by United States and the West. All those weapons were then handed off to Serb paramilitaries, also to the army of Republika Srpska.
Don't ever give up the weapons to somebody who's promising to make you safe. Don't trust anybody, I mean anybody, that comes and says, give me your weapons and I'll protect you. They're not going to protect you. لك لا يا زلمي لا، ما انك فاهمين شيء، نحن غير دي، احنا لبنان واشنطن بتحبوا يا اخي، يعني فايت ظهره رجال كمان ونسوان بواشنطن بظهره، شو مفكر؟ ايه صحيح حبيبي، ذكرتني في نسوان يا بابا، بس نسوان بتحب العنف. מבחינתנו זה כמובן חיובי. אני חושב שהיום אפשר לספר שלקראת ההלוויה של נסראללה היא הגיעה לכאן לישראל, ובדיונים בישראל היא הייתה זו שהציעה לתקוף את האצטדיון. يا زلمي والله عجيب، كيف هيك يا زلمي؟ هاي اورتيغوس كده مثل العراوس هيك حب نضيفي، يعني كيف هيك طلعت بتحب العنف؟ معقولة؟ طب لا امتى هيك يا زلمي؟ شلحنا وما تركونا، طيب شو الحال؟ امتى الحال؟ لما بيظهر المسيح. علي النعمة انت بتتكلم صح طبعا، بيتكلم صح اذا بس يا مرسي الراجل بيتكلم صح. هو هيدا رابع بابا بيستقبلوا رئيس النواب، قاعدين بركي رح يستقبل المسيح كمان. لك ايه حبيب قلبنا ابو مصطفى يا زلمه، حبيبي الله يطول بعمره يا رب، حافظ السلم لاهله، مخرج الارانب، كل ما علقت البلد بمكان بيطلع لك ارنب وبيمشي الحال. اي والله شوف قالوا لك شو بيك يا زلمه؟ بلشت مريشة مش حاطة حايط، هات رجع لي اياها كمان. لا والله ماني مرجعها. لا رجعها حبيبي، ولا بلا بتضربني مرتين. بس يا حبيبي شو بيك؟ لازم ترجعها لان هن حيلجعوها كمان. موطني الجلال والجمال والسنة والبهاء في ربك. والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. استاذ إيلي أبلو. يا سلام عالزهزاء. بكرة تندم يا جميل. لك مبسوط. مبسوط يا عمي. نريد أن نكمل الحلقة يا إيلي، أقصد يا أستاذ إيلي أبلو. كمل حبيبي كمل، مبسوط كمل، مين ماسكك؟ يعني أول مرة بتشوف واحد مقدر هيك مثلي بيعمل هالعملة؟ يعني هذا قديم هذا، والإريزيه دفوها للقصة يا حبيبي. مين؟ الإريزيه. شو صرت تقرط بالعاكس؟ قصدي الإليزيه. تعال أقول لك، خد لك سحبية ولا تقول لحدا. روح طير. طير يلا. هكذا تبدو حرب ترامب على المخدرات. I see boats coming in like loaded up the other day with all sorts of drugs and we're going to take them out. عم تتعاطى؟ تعال فرجيك. قلت لشوف اول وحدة هاي تبع شو هاي تبع منع انتشار الاسلحة الكيميائية. يلا روح. مش هاي هي. وهاي لحظة لشوف هاي اي وحدة منون. هاي تبع ال11. لا هاي ما دخلنا. هاي بلاها. اجا المعلو. واي تبع مكافحة المخدرات. تعال اقول
لك وخذوا ما متت. قال ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة لديها خيارات كثيرة في فنزويلا بما فيها الخيار العسكري. أمريكا بدها تهاجم على فنزويلا، يعني ما رأيك في ذلك؟ طبعا بالمناسبة يعني قد تكون هجمات لوقت بس الحلقة كمان. طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. يا حبيبي عادي يا ابني، انت يعني امريكا بتهجم على الكل. على الكل؟ لك ايه بس الاولويه دائما عندك كم ملف حلوين هناك بيجوا يعني عندك النافط بيجي وراها المضايق والذهب وهاك. إيه؟ ليش استاذ إيلي أبلو فنزويلا عندها نفط؟ شو لكين؟ شو لكين؟ يعني هي مو عم تهجم عليهم لتنشر الديمقراطية وتحارب الفساد وتهريب المخدرات؟ هذا نوع جديد اخي. ولك حبيبي العراق كان عنده اسلحه الدمار الشامل. وحياة لدقني لا. The reason he poses a growing danger to the United States and its allies is that he possesses chemical and biological weapons. استاذ إيلي أبلو، بتسمح لي بإنشان هالحكي وجه رسالة لأمريكا؟ بس لا تخلص لا تنسى يعني تشق البنطلون. يا رب. يوشق عليه. ولك أمريكا ولك أرصاد، انتو ما بتخافوا شي يوم ونجي نحنا نخلبط عليكم خلبطة؟ مين نحنا يعني نحنا؟ استاذ إيلي هيك ما حدا يمشي الحال ابدا. لحظة خليك معي. لوين راح ايده يا عم؟ شو عم بيصير معه يا عمي؟ استغفر الله. شوف والله لنخلبط عليكم خلبطة يا ألصنط. لك ولك أمريكا انتو صرتوا 200 سنة عم تقتلوا وتذبحوا بهالعالم. لك شو مفكرين حالكم ولا؟ انتو ما لقيتوا تهجموا إلا على فنزويلا بلد حبيبي ميسي؟ يا عم هيديك الارجنتين شو عم تفوت شعبنا برمضان؟ قصدي بلد حبيبتي كاساندرا. ايه صحيح. ايه ولك أنصار انتو ما بتسمعوا كذب وسلب ونهب. لك ما ديمقراطية وما مخدرات وما خرابيط. شو فاكرينك خليت؟ بالله ما يدين بالقل خليت. ايه فهمينا قاعد كمل. خليت لأن هي خنزت خليت يا أستاذ إيلي. لا إذا خليت خربت يا حبيبي. إيه والله وهي ما خربت أبدا. أنا هلا على الحالك رايح جمع كل شي في كشاشة حمام بالعالم ووريكم يعني ما شفتوه. طول بالك يا شاطي، عيب والله عيب الحاكي. لكن بتعرفوا يا أمريكا أنا هلا زفلت عليهم شخشلين حتى يقعوا ما يلاقوا. كله بوقته حلو، والشخشل لك والشخشل له يومه. آخ يا زعيم آخ يا زعيم يحلم علي كش الحمام يا زعيم إلا لحتى أخذ بتالها لكاساندرا. خلاص طول بالك تعال كمل أروية. وفي نهاية هذه الحلقة يا أعزائي أقول لكم يعيش الشخشلي ويسقط الأستاذ إيلي. إلا عاشت سوريا الأسد وسقط بشار الأسد. على لا عيدوها. والله لا تطف لك شوية بكنات عوي ولا؟ والله ما عاد عيدها يا سيدي. عو ايه هاي عو الله. عو. أحبائي المشاهدين، هذا العشاط اللي هاول قاعد وراي من سنة تقريبا، يعني بعد سنة بالتحقيق اكتشفت انه فلول النظام، بس منيح صار عندي مهارات جديدة اكتسبتها خلال هالسنة وراح جربها في هلا بدي انتفلوا شويربو، بس ما بنتفهم بشرط واحد. قولهم الشرط للمشاهدين ولا ان شاء الله يا مشاهدينا مشان الله اعملوا سبسكرايب وشيل ولايك والا لا ينتفني مثل الجاجة. عوي ولا بدي اقول لك والله والله